لا لا، ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا من فضلك بلاش، لا لا لا. على الهادي بس استني، هفهمك كل حاجة. على الهادي يا زبادي. رايح فين؟ استنى. يلا حط لايك حلو من ايدك، واشتراك في القناة فضلا وليس امر، واكتب لي تعليق حلو اوي اوي زيك. عشان بقرا كل تعليقاتكم. خلاص كتبته. يلا نكمل حكايتنا النهاردة. حكاية دودي. يا لهوي يا لهوي على دودي. دودي بنت، انما ايه ولا كل البنات. العود كده المليان المدبلك، مش الفرنساوي رفيع، لأ، البنت المليانة الحلوة البطة في روحها تمشي يتقالها فعلا انتي بطة. ما البنية كده ماشية مع نفسها. دي كان عندها ولد واحد وعنده 4 سنين ماشي، ولكن الولد ده من عادته هو بينام فترات طويلة، يمكن مثلا 12 ساعة ولا حاجة، يعني من عادة الطفل بينام عندها، يعني لو نام الساعة 2 بالليل ما يقومش غير 2 3 العصر. مع الوقت كانت قاعدة في قرية، وراح جوزها قال لها لأ، تعالي عيشي معايا مكان شغلي، أنا عايزك هناك معايا، وهناك أريح لك ونظافة وحياة تانية. وفعلا راحت ووافقت وقالت له أنا أتمنى أكون جنبك، وإني أنت عايز تدلعني وعايز تهنيني، وأنا مش عارفة أقولك إيه على كل الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. خدت لبسها وظبطت روحها وسابت القرية اللي كانت فيها وراحت للبلد دي، وهي طبعا طايرة من الفرحة. العمارتين اللي قدام بعض، جوزها كان من النوع اللي هو اجتماعي قوي، وعنده العربية بتاعته، فعارف بواب العمارة اللي هو فيها، بواب العمارة اللي قدامه. بواب العمارة اللي قدامه من نوع الراجل كده اللي عسول قوي قوي. عينيه ملونة وبيوض وشعراته صفر، والله تقولوش أجنبي. كان زي القمر، اسمه عم محمد، وهو أمور قوي كده، والناس كانت كلها بتناديه بميدو، مكانش حد يقوله حاجة غير ميدو. يلبسلك على طول البنطلونات اللي هي زي البنتكور، أو الجينز المظبوط، والتيشيرتات المسابعة دي اللي هي مبينة الشعر الأصفر ده. يا لهوي. المهم بقى أحكيلكم، كنت أجي تلعب في البلكونة عشان ننشر أي حاجة ولا بتاع، ألاقيه بص من فوق، هو العمارة اللي قدامنا بس بيبقى باصص كده من السطح، واخد الأوضة بتاعته هناك. شوية بشوية لو أنا نازلة مثلا وجوزي مستنيني، يقول لي على فكرة الدكتور واقف هناك مستنيكي بالعربية. أبصله كده وأقول له ميرسي جدا شكرا، وأخد بعضي وأمشي. شوية بشوية يقول لي محتاجة حاجة يا مدام؟ أقول له لا لا شكرا. وفي مرة وانا راجعة وكانت معايا حاجات تقيلة قوي في ايدي، رحت لقيته جه بسرعة وراح مسك ايدي، وانا اتخضيت وبصيت له كده جامد في عينه. هو قال لي والله ابدا، لازم انا اللي اشيل عنك الاكياس دي. وهو بيقول الكلمتين دول كانت ايديه شغالة لعب وحركة جامدة قوي قوي في ايدي، وكأن العيل اللي مصدق لقي لعبة بيحبها ونفسه هيتجنن عليها انه يجيبها. فضل يعمل كده لغاية ما انا خلاص مش قادرة، الشنط تقيلة في ايدي وعايزة اتحرك، وهو مش مخلص لعب في. قلت له طيب خلاص حاضر هديهم لك. قال لي انا عينيا. وقتها انا كان جوزي خلاص سافر بلده يومين كده وراجع، وقال له خلي بالك لو هي احتاجت حاجة. وقال لي انا عيوني. ده كان ابني فعلا نايم على كتفي والشنط على دراعي. خد مني الشنط وطلع جري قدامي واستناني ان انا افتح الباب. بعد ما فتحت الباب قال لي ادخلي نيمي الولد على مهلك وتعالي، انا واقف مستني عشان تقولي لي احط الحاجه فين. نيمت فعلا وكنت لابسه جزمه بكعب، ولابسه من نوع الفستان القصير اللي هو يبقى مبين كل حاجه ده بس على المداري. انا عادتي ببقى لابسه كده او بطلع وادخل كده، يعني هنا في البلد ما كنتش اقدر اعمل كده، لكن في المكان دلوقتي في العيشه الجديده بقي عادي، وبقي لازم البس زي ستايلات باقي مراتات، يعني اصحاب جوزي. المهم ما طولش عليك وانا وراجعه واقف هو برضو بالاكياس، وانا خلاص كانت رجلي مش قادره من الكعب. انا جسمي لونه ابيض، يعني انا بيضة، كنت حاطه مناكير احمر في رجلي. واول ما جيت خلاص بعد ما سبت الولد
رحت قلعت الشوز على طول لأن رجلي ما كانتش قادرة. رحت قلت رجلي مش قادرة خالص، معلش أنا أسفة أنت لسه واقف بالأكياس؟ قال لي أبدا والله ما حد يحطهم في مكانهم، ارتاحي بس انتي ارتاحي. وراح رجع الباب بإيده، وأنا بصراحة كنت تعبانة قوي ورجلي مش قادرة، ولكن قاعدة كده على طرف الأنتريه ورجليا كانت باينة منها الفتحة، بحاول أشد الفستان ما كانش راضي يتشد. قال لي قوليلي حط الطماطم فين والخيار فين؟ قلت له موجودين عندك في التلاجة. حطيتهم فعلا في التلاجة زي ما هي أمرتني وطلبت. حطيت البرتقان وحطيت الفاكهة اللي هي كانت جايباها، وبعدها لقيت فعلا، قلت لها ايه ده انتي رجليكي محمرة قوي مع ما شاء الله البياض مع المونيكير الأحمر، بصراحة الشغل عالي خالص. بصيت له كده بقول له، قال لي أبدا والله ما قلتش حاجة، في ثانية واحدة رجليكي دي هتبقى زي ما هي، انتي رجليكي حمرا خالص، اوعي تتحركي، انتي رجليكي ممكن تلتهب عليكي. قلت له لا مفيش حاجة هتحصل. قال لي أبدا، ولقيته جري بسرعة في لحظة جاب لي طبق مية ومعرفش قال لي فين بس الملح فين. لقيت نفسي برد عليه وبقوله الملح هنا وده هنا، الشاور هنا، من غير ما احس بنفسي. قال لي لازم نقطة شاور تحوش لك كل الحاجة في رجلك اللي وجعاكي. فعلا حط لي شوية شاور وكانوا كتار قوي قوي، حطهم في ايده وحط الملح وكأنه بيحط بدون وعي، وانا نفسي خلاص بقيت مفيش وعي، وفضل يدعك في رجلي لغاية بقى انا دبت على الاخر وما فقتش وما حسيتش غير وانا الملاية تحتية كلها مبلبلة مية. ايوه كان هادي قوي قوي، والزبادي كان يجنن. ما تنسوش حكاية نرمين هشام الساعة 1 على القناة الجديدة بالظبط، والساعة 7 على القناة التانية حكاية نرمين هشام. ما تنسوش كمان على الهادي هي زبادي حطوا دم عظيم وقفوا شوية عند الباب، هيعجبكم قوي قوي. توحشوني قوي من هنا للحكاية الجديدة. باي باي.